دخل الملعب الكبير بأكادير مرحلة جديدة وحاسمة من التطوير. منشأة أدرار ترفع الرهان مجددا وتستعد للارتقاء إلى أعلى المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استعدادا لاحتضان منافسات كأس العالم 2030. برنامج تأهيل ضخم بغلاف مالي إجمالي يناهز 5 مليارات درهم أطلقت من خلاله الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة طلبات عروض بقيمة تقارب 2 مليار درهم ونصف، تنضاف إلى صفقة سابقة بقيمة 1.08 مليار درهم. الهدف من هذه الأشغال هو تطوير ملعب أدرار أكادير وفق المعايير العالمية والتي تتماشى مع معايير الفيفا، استعدادا لاحتضان التظاهرات العالمية كوب دي موند 2030. من بين هذه المعايير كنذكروا الرؤية لا فيزيبيليتي من خلال إزالة حلبة ألعاب القوى وتقريب الجماهير من لابولوز، كذلك تغطية كاملة للمدرجات بأحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، تحديث تموضع الكاميرات للنقل التلفزي على غرار كاميرات سبايدر، كذلك تعزيز مرافق الخدمات لجميع فئات الجماهير وخلق فضاء جديد للضيافة بطاقة استيعابية مهمة مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للملعب، كذلك خلق السكاي دوم جديدة لعموم الجماهير، وتطوير البنية التحتية من شبكات رقمية كهربائية متطورة، كذلك إعادة تدوير مواد البناء المستخلصة من ركام الهدم وحسن تدبير النفايات. أشغال دقيقة تعتمد تقنيات حديثة وتعديل شامل للبنية الأساسية من سقف معدني جديد إلى تحديث أنظمة البث التلفزيوني والشاشات الرقمية، وصولا إلى تهيئة الطرق والمحيط الخارجي. أوراش يمتد إنجازها لنحو 15 شهرا في المرحلة الأولى، وتتكامل فيها دقة التخطيط مع جودة التنفيذ بأياد وموارد محلية. الجميل أن هذه الأشغال كلها بأيادي مغربية خالصة من أطر ومهندسين وعمال مع استخدام مواد بناء محلية الصنع. بين رؤية مستقبلية وإرادة وطنية يواصل الملعب الكبير بأكادير سباقه مع الزمن ليتحول إلى تحفة معمارية ورياضية بمواصفات عالمية ترصع جاهزية المغرب لاحتضان العرس الكروي العالمي 2030.